السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزة تعملي كفتة وتطلع وياكي مظبوطة وطرية مش ناشفة، بتطلع وياكي من أول مرة بالشكل دوت جوسي، محتفظة بالعصارة بتاعتها بمكون سحري يا بنات، كأنك بتاكلي لحمة كفتة ضاني بامتياز. العيد قرب، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل وصفات كتيرة للكفتة وإن شاء الله تعجبكم وتنفذوها. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي وندخل على الوصفة. أنا عندي نص مفروم. بعد كده هناخد المكونات بتاعتي كلها في الكبة. انا عندي بصلة مقطعاها 4 قطع كده، عندي قرن فلفل احمر واخضر يعني قرنين، وعندي حوالي حزمة بقدونس او 4 معالق ورق اللي هي البقدونس احنا بنستخدمه بس. هنضربه كويس جدا كده في الكبة بتاعتي لغاية ما يبقوا مفرومين كويس. تمام. بعد كده هنزل بيهم على اللحمة ونبدأ نشوف المكونات بتاعتنا. دي معلقة ليا يا بنات، او لا علشان اللحمة عندي حمرا، لو انت عندك لحمة دسمة خلاص تستغنى عنها. بعد كده انا عندي بقى معلقتين دقيق ومعلقة نشا علشان يعملوا على ربط اللي هي الكفتة بتاعتنا وما تفكش مننا. عندي ملح حسب الرغبة، وعندي فلفل اسمر. عندي 7 بهارات او بهارات لحمة او بهارات كفتة اللي موجودة عندك، مع الزنجبيل ورشة القرفة. واكتب لكم الحاجات ديت كلها في صندوق الوصف. طبعا هنا معلقة صغيرة بيكنج باودر، كنت نسيتها في الاول في المقادير بس يعني ايه افتكرتها. عندي بقى الكفتة، يعني عجينة يا بنات، اعجني فيها كويس جدا 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 لغاية ما تبدأ وتعمل وياكي زي خيوط كده. هنشوفها سوا دلوقتي. بص، شايفين زي خيوط كده مشبكه في بعض كده، يبقى انت خدمتيها كويس. عندي هنا طبق فيه حوالي ربع كوبايه ميه وعليهم معلقه صغيره زيت. وهنبدا نصبع الكفته بتاعتنا على اللي هي السيخ بتاع اللي هو الشيش طاووق الخشب، او ممكن اللي هو الحديد المعدن يعني، اللي انت بتشوي عليه. او شيليمو اللي هو يكون بس جامد عشان ما يتنيش منك. وابدأي بلي ايديكي كده في الميه والزيت، وخدي قطعه لحمه الاول حركيها كده في ايديك يعني، مرريها كده كذا مره في ايديكي وصبعيها وفرديها على اللي شايفين بتطلع من على اللي هي الخشبه ما شاء الله في منتهى السهوله. نعمل كمان برضو واحده، نبلي ايدينا بالميه والزيت وهنبدا نفرد. انا طبعا عامله هنا الصوابع يا بنات جامبو يعني كبيره، هي كانت طلب مني كده يعني. لكن انتوا على فكره النص كيلو ده ممكن يملى الصينيه اللي هي مقاس 32 صوابع، اللي هي الوسط اللي تبقى كويسه برضو. بس انا في الوصفه ديت كانوا عايزينها اللي هي كبيره. خلصي بقى اللي هي التصبيع بقى بالشكل دوت. اظن بطريقه سهله جدا، ولا بتفك ولا هتقطع منك ولا اي مشكله. المكون السحر عندنا ده يا بنات، انا كان عندي جزء كده من منديل كان عندي في الفريزر، فانا طلعته يعني صغير، ما ينفعش هنلف كل واحده فيها تبقى مثلا كفته طرب، لا. فانا كاني بلفها واحده واحده بس، يعني ايه، هنعمل خدعه بسيطه كده. جبته وقطعته، حطيته كده على اللي هي الكفته بتاعتي. وبصوا يعني على كل صباع بحاول اخلي عليه حته منديل كده. المنديل ده بقى بيسلي اللي هي الإيدام بتاعه والدهن بتاعه، كأنك بتاكلي كفتة طرب بامتياز. كفتة ضاني والله يا بنات حاجة رهيبة، لأن المنديل ده بتاع اللي هو الخروف يعني، كأنك بتاكلي كفتة ضاني والله العظيم في منتهى الجمال. التسوية بقى عندي على حرارة 200. أهم حاجة الفرن يكون سخن جدا جدا يا بنات قبل ما تدخلوها. على حرارة 200 في الرف الأوسط. هتاخد من 10 دقايق لتلت ساعة بالكتير جدا، وهتبقى مستوية مليون في المية مش 100%. الفحمة بقى ده اختياري، عايزة تحط لها فحمة هيعزز طبعا الريحة والطعم. لو مش عايزة، هي طعمها باللي هي المنديل ده رهيبة بجد، جربوها. هتبقى تحفة، هيقول لكم ايه الطعم الفظيع ده. في نفس الوقت اللي هي المنديل ده لما بينزل الدهون بتاعتها يا بنات ما بيخليش اللحمة تبقى ناشفة، مش بتكش بالشكل ده. وطبعا من البيكنج باودر والحاجات التانية، بس برضو لما تكون الدهون كتيرة شوية بتبقى فظيعة. شايفين طرية جوسي مش ناشفة، محتفظة بالعصارة بتاعتها ومستوية مليون في المية. يا رب الفيديو ينال رضاكم وتنفذوه، لأن فعلا في يعني وصفة تستحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو جديد إن شاء الله.